إلا عندك هاد العلب ديال اليوغورت في الدار فما تبقايش تلوحي بيهم، كيف ما وعدتكم في قناتي وصفات مع شيماء قلت لكم جمعوهم، ودابا غادي تكونوا جمعتوهم وجبت لكم الوصفه، ما تعطلتش لكم، ما تلوحيش بيهم، جمعيهم واجي نوريك. فما تنساوش اول حاجه ديروا جيم الفيديو وتبارطاجي الوصفه مع العائله، وما تنسيش طاقي ليا صاحبتك باش حتى هي تجي تاخذ الفكره. ايوا جمعي ليا هذا واجي نوريك. اول حاجه غادي تاخذوا في واحد المقيله غديري فيها كاس ديال السكر بهاد العبارنيت ديال هاد اليوغورت، هو باش نعبرو سنيده او السكر الخشن. غادي نديروه نحاولوا ان نوزعوه على المقله كامله، غادي نحطوه فوق النار والنار تكون مهيله بزاف، ونخليوه حتى يذوب على خاطرو حتى كنحصلوا على هاد النتيجه. عاد غادي ناخذوا واحد الملعقه خشبيه ونبداو نحركوه باش يذوبوا كاملين دوك الحبيبات ديال السنيده. صافي من بعد غادي نحيدو فوق النار. بالنسبه للمبتدئات حيدوا فوق النار وديروا معلقه ديال الزبده وجوج معالق ديال الماء، راهم ما تصوروش ليا، وعاودي رديه فوق البوطه وحركيه حتى يطلق مزيان. في واحد الكاسرون غادي ناخذوا نسيطرو ديال الحليب، وغادي نديرو معاه 2 ساشي ديال الفلون، هذا ديال درهم اولا ديال الشينا اولا كلها شنو كيسميه. المهم ديري هاد 2 ساشيات ديال الفلون وديري معلقه ديال السكر. انا بالنسبه ليا ما غاديش ندير السكر بزاف، تقدري انت توصلي لجوج د المعالق ديال السكر كيجي هو هذاك، ولكن حتى الملعقه راه كتجي هي هذيك. حركي المكونات مزيان باش ما يتكتلش ليا داك الفلون، وديري كلشي فوق العافيه تكون حتى هي متوسطه. ومع التحريك المستمر مره حركي مره حركي هكا باش ما كيلتصقش ليا داك الفلون لتحت. صافي حتى كنحصلوا على واحد القوام، يعني بدات كتقال شي شويه اولا طلعت الغليه الاولى، كنزيدو نقصوا العافيه وكنخليوه تقريبا 3 ديال الدقائق وهو مازال كيغلي، حيت راه كيف ما شفتوا ما درت لا نشا لا حتى شي حاجه، يعني داك الفلون هو اللي غادي يشد لينا هاد الكريمه هادي. صافي حتى دوز 3 دقائق وغادي نضيف واحد ساشي ديال الفاني هكا باش ما كتمشيش ليا الريحه ديالو، كنضيفها حتى الاخير. ودابا خدي دوك العلب ديروهم ستفيهم في واحد الطبيسيل وديري الماء يكون بارد من الثلاجه من الاحسن. غادي تعرفوا علاش الماء خاصو يكون بارد، باش ملي غادي نجيبو داك الكراميل اللي حضرنا كنخويو ملعقه في كل علبه. كيف ما عرفتوا انه الكراميل راه سخون، يعني غادي تخويو هاد الملعقه، راه ما غاديش يتغير الشكل ديال هاد العلب هادو، يعني غيبقاو كيف ما هما، ما غاديش يتجمعوا ولا حتى شي حاجه. صافي غادي نعمر العلب ديالي كاملين ملعقه في كل وحده. هانتوما كتشوفوا راه الكراميل بدا كيشد. صافي غادي ناخذ دابا الكريمه اللي حضرت معكم وغادي نخوي فيهم نعمرهم، وحاولوا ما تعمروهمش كاملين، غير تقريبا فايت النص بشويه صافي، ما تعمريش كلشي. غادي نخليهم هكا واحد شويه تيشدوا الحراره ديال المطبخ، ومن بعد غادي ندخلهم للثلاجه حتى يبردوا مزيان. تقريبا غادي تخليهم من 4 ساعات حتى ل 6 ساعات كيبردوا، كيكونوا واجدين. وشوفوا معايا من بعد ما كنخرجوهم هانتي حصلتي يا لاله على فلو ناجح 100%. وما كاين لا تشري القوالب ديال الفلو كتقام عليك اقتصاديه، وحنا هاد العلب اصلا كنلوحوا بهم فعلاش ما نستغلوهمش فبحال هكا. وشوفوا معايا الفلون ديالي ما شاء الله كيجي زوين ما تشبعوش منه، ووصفه اقتصاديه. وطبيعه الحال ملي غادي نسالي بالعلب ما غاديش نلوح بهم، غادي نغسلوهم عاوتاني ونقيوهم مزيان. شوفوا راه الشكل ديالهم ما كيخسر ما حتى شي حاجه. صافي وغادي نجمعهم وغادي نديرهم عاوتاني في البلاكار حتى ان شاء الله نبغي نصاوب فيهم عاوتاني فلو. شكرا على المتابعه، ما تنساوش ديروا جيم وتشاركوا وصفه مع العائله.